ايه يا ابني مالك؟ ايه يا ام عامله ايه؟ مالك يا ابني فين؟ مالي على الله يا ام. مش عارف طب انتوا سلكت ايديكم من موضوعي ليه؟ هو انا مش هتجوز ولا ايه؟ امال الاهل لازمتهم ايه؟ امال انت ربنا يديك الصحه، انت واخويا الكبير لازمتكم ايه؟ انا عايز اتجوز يا ام وانا مش هتجوز ولا ايه؟ لا اله الا الله، احنا بقى لنا 5 سنين وانت مخلص الجيش وقاعد. اطلع شوف لك شغلانه. لا اشتغل. لا نعمل لك ايه طيب؟ هنيجي بقى لكل الحته، كل ما اجي اتكلم معاكي تمسكها لي، كل ما اجي اللي اتكلم معاكي زيك تمسكها لي. انت عارفه طموح ابنك على ايه؟ انا لسه ما لقيتش الشغلانه اللي تليق بيا. اعمل ايه؟ والله اللي زيك كده اصغر منك اتجوز وفتح بيت وعمل شجر. طيب ما تقولي لنفسك بقى انت أقول إيه؟ واخويا. طب ما عشان التانيين اهاليهم واقفين جنبهم، انتوا ما فيش يما. اخوك الكبير شايل حمل ما حد يقدر يشيله، وبعدين كفايه سيب اخوك الكبير في حاله. اهي مرته سابت الدار ومشي. الله ينور عليكي، بدات تفهميني يا حاج. الله يسترها معاكي دايما كده مريحاني. مراته مش في البيت. طب ما يفضلي الشقه يما، هو بيشتغل يما، ولو خد شقه ايجار يعرف يدفع ثمنها. انا لا يما، ما انت عارفه يما. خلاص ياخد يفضلي الشقه يما، هتجوز فيها شهرين 3 4 وهو يقعدهم ايجار في اي حته بره، وبعد كده هسيب له شقته يا ستي. طب بس وطي صوتك، اخوك زمان جاي وهو مش ناقص، الفيه مكفيه. صدق انك مش بتنكسف ولا عندك دم؟ ولا عندي دم؟ ماشي. هو ده اللي انت شاطره فيه، كل ما اكلمك في المشوار ده تقولي لي نفس البوجين دول. ماشي. بسم الله. ايه يا امي؟ الحمد لله على السلامه يا ابني. الله يسلمك. صوتك عالي ليه؟ في ايه؟ مفيش حاجه يا ابني، خش شوف اخوك اهو عندك اهو، عم جهز لكم السحور. ماشي يا امي. مالك يا بيه؟ ايه يا بيه؟ يا علي في ايه مزعج لمك ليه؟ مفيش يا عم، امك دي على راسي يا عم، وحد يقدر يزعجلها؟ وبعدين انا مش جاي لك لو انت عاوز حاجه تقول لي، وانا مقصر معاك في حاجه؟ لا مش مقصر ومش عايز حاجه والله يا اخويا. امال انت عايز ايه؟ يا علي اقول لك اخوك عايز ايه؟ اخوك نصيب لي عايز يتجوز، المايل اللي قاعد ولا شغله ولا مشغله. ماشي يا امي. ايه الكلام اللي امك بتقوله ده يا بيه؟ عايز تتجوز؟ مفيش مشاكل يا عم، هات. قلت لك هتديني قرشين احط لك عليهم 4. بقالك 5 سنين مخلص جيشك، قلت لك مالكش دعوه، اقعد يا عم معايا، ومصاريفك ودنيتك واكلك وشربك عليا، وشايلك، ما قصرتش معاك في حاجه. قلت لك اشتغل، كنت زمانك دلوقتي عملت لك كام جمعيه، جبت لك قرشين، وانا كنت هحط قرشين، كنا زماننا جبنا لك شقه دلوقتي وشفنا لك بنت الحلال. طب هعمل ايه يا اخويا؟ قدر ما حصلش بقى، ربك عايز كده. انا ما بحبش الشغل، كل ما تيجي شغلانه الاقيها مش طموحاتي خالص يا اخويا، مش على مجاسي. اعمل ايه طيب؟ انت شايف ايه؟ انت عارف ان انا بص، انا واخدك زي ابني مش اخويا. انت عندك حل في حاجه، عندك حل وانا اعمله لك. هتسمعني يعني ولا هتتعصب عليا؟ لا هسمعك يا عم، وانا ما بتعصبش عليك. اصل انا كنت واقف مع واحد صاحبي اول امبارح عنده نفس المشكله برضه، والواد ما شفتوش بقاله بتاع 5 6 شهور بيقول لي يا عم انا اتجوزت. قال ازاي يا ابني؟ ده انت حالك من حالتي. عملت ايه؟ قال لي يا عم اخويا الكبير قدر الدنيا شويه وخد مراته وفرشه وساب لي الشقه، وطلع هو قاعد ايجار 5 6 شهور كده ولا حاجه، وهديله الشقه بتاعته تاني وانا هطلع انا اتاجر. بس عريس كده اخويا عايز يفرح، ما انا مش دي لازمه الاهل انكم تقفوا جنبي. ايه رايك في الحل ده؟ الشقه تمام. يعني انت عايزني اشيب لك الشقه واخد عيالي وعفشي واتاجر بره وانت تتجوز؟ يا اخويا اعمل معايا واجب بقى. هعمل ايه طيب؟ اديك شايف الدنيا عامله ازاي. طب يا عم انا عندي استعداد هعمل كده واسيب لك الشقه تتجوز فيها، بس يا ترى بعد ما تتجوز هتعرف تعيش؟ بنت الناس اللي هتجيبها دي هتعرف تصرف عليها ولا هتجيبها تهينها معاك هنا؟ اذا كان انت دلوقتي وانت شاب لا عارف تشتغل ولا عايز تطلع تشتغل عشان تجيب قرش، لما تتجوز هتعمل ايه؟ هتعمل ايه يا ابني؟ انا مش عارف. وقت ما الاقيك مستعد يا حماده ان انت تشتغل وتبقى راجل وتجيب قرش واحس بكده، انا ساعتها هعمل كده يا حماده واسيب لك الشقه وامشي. ماشي يا اخويا؟ ماشي. ربنا يهديك. ماشي. ربنا يهديك. عادي يا اسطى، بيع واشتري فيها براحتك. الله يرحمك يابا. خلاص يا عم، خلاص عشان بقى عندك شقه يا عم اللي اداك يدينا يا عم، بس خلي بالك انت غلطان. ماشي؟ ومش هعديها لك. ماشي يا عم. اللي انا عملته ده او اللي هو عمله صح ولا غلط؟ هو كده بيكرهني؟ بص يا اسطى، عايز تتجوز هتتجوز، الحمار بيتجوز هتتجوز، بس بعد الجواز هتطلع ذكر؟ هتسد ولا هتجيب بنت الناس تهينها معاك؟ هتستر مراتك وبيتك ولا هتنام انت وهتبعتها هي تشتغل؟ الجواز سهل، اي حد ممكن يتجوز، لكن بعد الجواز هتعمل ايه؟ هتضحك عليك الناس ولا هتطلع ذكر؟ تتجوز ازاي وتبقى ذكر في بيتك ازاي وانت مش عارف اخر الشهر داخلك كام مليم وانت قاعد على الله؟ عن نفسي ممكن ابيع ابويا عشان اتجوز، ما انا فرحان. انا هبقى لابس بدله سودا وطبخين لحمه ومراتي لابسه فستان ابيض والدنيا هتبقى حلوه والعيال هيشيلوني. الجواز حلو، لكن بعد الجواز اذا كنت انا مايل قبل هتعادل بعد ازاي؟
جواز سهل، بس هتبقى راجل هتسد ولا هتضحك الناس عليك؟ هتستر نفسك، هتستر بيتك، هتستر نفسك، هتستر بيتك، ولا هتمشي في وسط الناس عريان والناس هتضحك عليك تقول الراجل اللي نايم اهو ومراته شغاله مش عارف يكفي بيته؟ سهله جوه يا حاج. بقول لك ايه يا حاج، هتلاقي ابنك صغير في يوم من الايام جالك يقول لك يابا. مفيش يابا، انا على الله، وانت عشان مش معاك هتنزل للكبير اللي مشي حافي على الاسفلت واتغرب وشجي عشان يعمل لنفسه شقه في بيتك، هتنزل له هتقول له يا ابني اخوك عايز يتجوز والدنيا غاليه، معلش يا ابني هتطلع انت فوق، يا اما خد لك ايجار وقعد اخوك في الشقه شهرين ثلاثه يعيش حياته. لو انت هتعمل كده انت ظالم. هو الحال المايل او الحال الواقف على الصغير بس والكبير لا؟ ما هو طلعان عينه عشان يبني اربع. هو انت كل ما تتكلم هتقول له خد فرشك وامشي؟ ده طلع عينه يا عم، الراجل ده بنى شقته طوبه طوبه طلع عينه. بالله عليك ما تجاملش الصغير المايل على جفا الكبير اللي طلعان عينه ووقف في ظهرك. الجواز سهل يا اسطى، كلها بتتجوز، بس بعد الجواز هتسد، هتبقى ذكر ولا هتنام يا حيلتها وهتبعتها هي تشتغل؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.